السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض تحلية سهلة بسيطة سريعة جميلة جدا، مكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت. النتيجة مضمونة من أول مرة، طعمها حلو جدا وكمان شكلها حلو زي ما انتوا شايفين. مكوناتها بسيطة، مقادير كده متوفرة في كل بيت، حاجة كده في منتهى الجمال. مش هتاخد معاك ولا وقت ولا مجهود، لونها تحفة زي ما انتوا شايفين. حاجة كده تقولي مولتي، تقولي نايتي، تقولي جاتو، حاجة كده في منتهى الجمال. سهلة وسريعة جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. اول حاجة كده حبايبي، انا معايا كوباية سكر الا معلقتين، يعني الا عقل صباع واحدة بس، مش كوباية مليانة. ومعايا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، بيضة واحدة بس. ومعايا كمان يا حبايبي معلقتين من السمنة كبار، سمنة سايحة او زبدة، ينفع كمان تستخدمي زيت، هيكون ربع كوباية. ومعايا كمان ورقتين فانيليا طالما استخدمنا بيض. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية لما السكر يدوب ولون البيض يفتح شوية. الخطوة دي مهمة جدا، بس متشغليش بالك ان السكر يدوب قوي عشان هيدوب في المكونات اللي احنا هنحطها بعد كده. واحنا وبنقلب طبعا مننساش دايما نصلي على حضرة النبي ونستغفر عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. هنا بقى هنضيف كوباية من اللبن وابدأ اقلب كده. في الخطوة دي السكر تقريبا هيدوب تماما، مش هتفضل ولا حباية سكر. هقلب شوية حلوين. وبعد كده هنضيف مكون مهم جدا هيفرق معانا في الطعم وهيخلي طعم الكيكة بتاعتنا ممتازة جدا وهشة كمان. هضيف معلقتين من الزبادي البلدي كبار، وممكن كمان لو حابة تستغنى عنهم هتبقى بربع كوباية لبن. هقلب كويس جدا الزبادي باللبن بالمكونات بتاعتي. هنا كان السكر خلاص داب والمكونات بتاعتي اختلطت كويس جدا مع بعض. هنا هضيف معلقة من الخل. الخل من المواد الرافعة اللي بترفع جدا الكيكة بتاعتي او الحلويات او المخبوزات عامة. معايا كوبايتين من الدقيق، نخلهم كويس، والخطوة النخل دي مهمة جدا، بتخلي المعجنات هشة وخفيفة. هنا هبدأ اضيف الدقيق شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده. ضفت تقريبا كوباية وربع من الدقيق. هقلبهم كويس، بس قبل ما اقلبهم هضيف معلقة كبيرة مليانة من كيك شيف او البيكنج باودر. هقلب كده البيكنج باودر او الكيك شيف اللي معايا على وش الدقيق قبل ما اخلط الدقيق بالمواد السائلة. والخطوة دي مهمة جدا علشان كل الكيك شيف يختلط في الدقيق كويس جدا. ولو تنخلي الدقيق كوباية كوباية ينفع تنخليه مع اول كوباية، والخطوة دي هتكون معاكي مهمة وهتخلي الكيكة بتاعتك هشة جدا. حطينا ذرة ملح بسيطة كده بعد ما حطينا البيكنج باودر، وهبدأ اقلب الدقيق بالمواد السائلة اللي معايا. هنا حطيت شوية دقيق تاني. قوام العجينة اللي احنا هتكون معانا ما تكونش تقيلة قوي زي الكيكة او خفيفة قوي، هتكون كده اتقل من عجينة الكرب بشوية زي ما انتم ملاحظين كده. ما شاء الله على قوام العجينة. يعني احنا خدنا تقريبا كوبايتين الا ربع من الدقيق، وده كان قوام العجينة. ودلوقتي شوفوه كويس جدا احنا وبنحطه في الصينية. جبت يا حبايبي الصاج او الصينية اللي انا هحطها في الفرن، دهنتها كويس جدا وحطيت عليها ورقة زبدة، وكمان دهنت ورقة الزبدة بمسحة بسيطة من السمنة. هبدأ انزل الخليط بتاعي كده في الصينية. هنزل كل الكمية كده، مش هخلي ولا فتفوتة خالص. وبعد كده هنبدأ نوزع العجينة بتاعتنا او الخليط بتاعنا ده كويس جدا في الصينية. وياريت يكون الصينية حجمها مناسب كده، ولا تكونش كبيرة ولا صغيرة. انا الصينية او الصاج اللي استخدمته 30 في 40، حجمه حلو جدا وما شاء الله النتيجة كانت مبهرة. هوزع كل العجينة كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. بصوا بالشكل ده، وبعد كده اخبطها خبطتين على الرخام عشان تكون كل العجينة بنفس المستوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده اول طبعا ما بدأت اشتغل في الكيكة بتاعتي كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 250، وبعد كده هديها على 200 وتطلع بالشكل القمر ده بعد تلت ساعة او 25 دقيقة بالظبط. مش هتاخد معاك ولا اي وقت خالص. لو عندك ضيوف هتجهزيها في اسرع وقت. سيبيها ترتاح بس 5 دقايق، وبعد كده هنبدأ نقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وبعد كده نبدأ نحوش ورقة الزبدة كده من حواليها.
بس براحة عشان ما نبهدلش الكيكة بتاعتنا، عشان تفضل بشكلها المتناسق بالشكل ده. واحنا واقفين في المطبخ كده ما ننساش دايما نصلي لحضرة النبي ونستغفر دايما عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. ولو لسه ما اشتركتش في قناتي انزلي اشتركي عشان يوصلك مني بتاعتي نصين بالظبط. وهقولك دلوقتي ليه. انا هنا الشغل بتاعي كله هيكون على الظهر بتاع الكيكة، مش على الوش خالص. انا هنا خدت المقاس من المفرش، قسمتها بالظبط بالنص كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هجيب مربى مشمش. انا هنا معايا مربى مشمش، ممكن كمان تستخدمي مربى فراولة، مربى تين، اي نوع مربى انت تحبيه وولادك يحبوه. ممكن كمان تستخدمي شوكولاتة بيضة او شوكولاتة غامقة، هتكون جميلة جدا برضو في الحشوة بتاعتنا. هدهن دهنة بسيطة كده من المربى على الجنب ده، ودهنة بسيطة كمان من الجنب التاني، لغاية لما تبقى كل الكيكة كده مدهونة مربى من الناحية دي ومن الناحية دي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بس احاول كده ان ما يكونش فيها كتل خالص، تبقى بس مدهونة دهن كده من المربى. وبعد كده يا حبايبي اجيب الجنب الشمال كده احط على الجنب اليمين على طول بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، يعني مقسومة بالظبط. سويتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد كده هبدأ اقطعهم. ممكن تقطعيهم لقطع كده زي الجاتو، ممكن تقطعيهم مربعات زي ما انا هعمل كده، بس بأي شكل إن كان. فهي طعمها حلو جدا ما شاء الله، وشكلها ممتاز جدا في أي شكل تكون فيه، علشان لونها تحفة. شايفين اللون حلو ازاي؟ يعني من بيضة واحدة عملنا أحلى كيكة أو أحلى نايتي بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا. قطعتهم ما شاء الله كده كذا مكعب بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. آخر حاجة قطعت الأطراف بالشكل ده. والاطراف طبعا من احلى الحاجات، والاطراف بتتاكل اول حاجه قبل الكيكه ذات نفسها بالشكل ده. فضلت ان اقطعها قبل ما ادهنها المربى من فوق، علشان ما تبهدلش ايديا وتبهدلني وتبهدل السكينه من جوه، عشان تفضل بشكلها الحلو. شايفين الجمال؟ يا سيدي يا سيدي على الجمال. تحفه حلوه سهله لذيذه سريعه، ما خدتش ولا وقت ولا مجهود. هنا بقى هدهن الوش دهنه بسيطه خالص كده من مربى المشمش اللي معايا، بس حاول ما تكونش فيها كتل خالص، دهنة بسيطة جدا. وبعد كده معايا حبة من جوز الهند، ينفع كمان ترش عليها حبة من فول السوداني، حبة مثلا ترش عليها فرماسيل، حبة ترش عليها شوكولاتة مبشورة، على اي شكل هتكون معاكي لذيذة ولطيفة وطعمها جميل جدا. شايفين الجمال؟ ما خدتش اي وقت خالص. شايفين لونها حلو جدا، لون المشمش فيها قمر. شايفين حاجة كده في منتهى الجمال، الطبقتين كده متساويين، شكلهم حلو وكمان طعمهم حلو جدا. مربى المشمش جميلة جدا فيها، لذيذة طعمها حلو، شكلها كمان حلو جدا. زي ما انتوا شايفين مفيش اسهل ولا اجمل من كده. شايفين الجمال؟ طعمها كده عامل زي النايت اللي بنشتريه، لذيذة سريعة في البيت على قد ايدك، شكلها حلو جدا، طعم مضمون، هشة جدا، طبقتين متساويين، لونها جميل زي ما انتوا شايفين. اللون الخارجي تحفة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي اساسا الكيكة هشة، مفيش اسهل ولا اطعم ولا اجمل من كده. مكوناتنا سهلة وبسيطة، مقاديرنا ما شاء الله مظبوطة. من اول مرة هتجربيها تطلع معاكي شكلها قمر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. مفيش ولا احلى ولا اجمل من كده. شايفين الجمال؟ يعني من احلى الحاجات اللي ممكن تعمليها، مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود. وكمان ممكن تجربي معاها اي نوع من المربى. ممكن تجربي بمربى الفراولة هتكون لذيذة، او مربى التين، وممكن كمان تستغنى عن المربى ويكون عسل، هتكون برضو لطيفة وجميلة جدا. مفيش اسهل ولا اجمل من كده، حاجة كده في منتهى الجمال على قد الايد. مكوناتها سهلة مش مكلفة خالص، مقاديرها مظبوطة، مش هتاخد معاك ولا وقت ولا مجهود. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة تكون عجبكم، وتكون الفكرة عجبتكم. فكرة لذيذة وبسيطة، والفيديوهات بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي، وكمان اعرف ان الفيديو عجبكم. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام: صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين.
استودعكم الله. سلام.